صفات إن وجدتها فيك فأنت من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. يمتلك أهل الجنة صفات أخبرنا بها الله تعالى في كتابه الحكيم، كما بين العديد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ترغيبا لنا من أجل السعي للاتصاف بها. وذكرت صفة الجنة وأهلها في العديد من النصوص القرآنية والنبوية الشريفة، وبين الله سبحانه وتعالى النعيم الذي يتنعمون به، فما يشتهون شيئا إلا يأتيهم، فالجنة هي حلم كل مسلم. ولكن ما هي الصفات التي إذا وجدتها فيك فأنت من أهل الجنة؟ نسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم، فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو مشاهدين الكرام. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. إن العلامات التي تميز أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، هي الوجه الحسن والقلب الرحيم واللسان اللطيف واجتناب المحارم وحسن الخلق. أما علامات أهل النار والعياذ بالله فهي عكس ذلك، حيث سوء الخلق وقلب قاس وارتكاب المعاصي ولسان غليظ ووجه حامض. ومن أبرز صفات أهل الجنة في الدنيا الإيمان بالله تعالى، حيث يتصف أهل الجنة بإيمانهم وتصديقهم ويقينهم بالله سبحانه، إضافة إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام واليوم الآخر والقدر بما يتضمنه من الخير والشر. ولا بد أن يكون الإيمان بالخضوع والاستسلام التام لله تعالى والانقياد له بجميع الأقوال والأعمال. وبعد الإيمان بالله تعالى تأتي الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهل الجنة يؤدون الصلاة في حياتهم الدنيا بخشوع وحضور قلب وجوارح، مع استشعارهم بأنهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخاطبون مالك الملك وملك الملوك، ويتحدثون إليه تعالى ويتقربون إليه بالدعاء والذكر. أي إن الخشوع في الصلاة لا بد أن يكون بخشوع الظاهر والباطن على حد سواء، وذلك إضافة إلى أنهم يؤدونها في أوقاتها المحددة لها دون تضييع لها أو تفريط بها، مع الحرص على الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن أبرز العلامات التي توضح أنك من أهل الجنة إن شاء الله أداء الزكاة. ويقصد بالزكاة أحد أمرين، فإما أن تكون الزكاة المتعلقة بالأموال بأداء ما يجب فيها حقا لله سبحانه، وإما أن المقصود زكاة النفس بالأقوال والأفعال الصائبة، وكذا من الأفعال التي تدل على إيمان العبد وأنه إن شاء الله من أهل الجنة. حفظ الفرج، وذلك للذكور والإناث، المؤمنين والمؤمنات يحفظون فروجهم عن الوقوع في المحرمات من الزنا والسحاق وعمل قوم لوط وغير ذلك من الفواحش، يحفظونها طاعة وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى حفظ ما يؤدي إلى المحرمات من النظر واللمس، ويستثنى من ذلك ما أحله الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ويمتاز أهل الجنة بالصدق. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال الرازي رحمه الله شارحا الآية السابقة: اعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة، شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب وحقيقة الثواب، وأنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم. ويأتي بعد الصدق التقوى، ويقصد بها مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وتجنب الأمور القبيحة السيئة خشية منه ومن عذابه. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وبعد التقوى تأتي التوبة،
إذ وعد الله سبحانه وتعالى التائبين بالجنة إكراما منه وتفضلا، فالتوبة ماحية وجابة لما قبلها من الذنوب والمعاصي وترك الواجبات والفرائض. وأخيرا يأتي من صفات أهل الجنة الإعراض عن اللغو، ويقصد باللغو الكلام الذي لا فائدة تتحقق منه، إضافة إلى أن اللغو يشمل الأفعال التي لا تشمل الخير والفائدة. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: والذين هم عن اللغو معرضون. فالطامعون في نيل جنة الرحمن يستغلون أوقاتهم فيما يحقق لهم الفائدة، ويعرضون عن كل أمر لا ينالهم به بر وخير. ولكن ما هي الأعمال التي تدخل الجنة؟ منها قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة من الصلوات المكتوبة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وصلاة 12 ركعة كل يوم وليلة طاعة وامتثالا لله سبحانه وتعالى. فعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. ومن صفاتهم التعفف عن سؤال الناس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأخيرا امتثال الأخلاق الحسنة والصفات القويمة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك من النار ومن حرها وسمومها ومن عذاب القبر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.